صباح الخير مشاهدينا، احنا اليوم متواجدين في حلبة سرب لتغطية مهرجان سرب للسيارات الكلاسيكية والرياضية. علشان تعرفون أكثر عن هذا المهرجان تابعونا في هذا التقرير. احنا صراحة عندنا هواية نجمع عندنا مجموعة من السيارات القديمة تحت نادي اسمه الريد كلاب. مجموعة من السيارات كلها حمر سبورت قديم فوق 40 سنة عمرهم، وهذه واحدة منهم موديل 70 شيفل نادرة، أول مرة نشارك فيها في المعرض. وعندنا سيارة ثانية هم نادرة هم حمراء مشاركين فيها، ترانزام موديل 73 SD. واحنا مستانسين طبعا نشارك، لان سياراتنا هذه دائما احنا في موسم الشتاء تطلع وكذا، خاصه السيارات اللي من الفئات اللي المرتفعه اللي الهوت رود استعمالها دائما بالشتاء، والمتحف دائما ما يقصر ويعني يسوي هالنشاطات ويعني يوري الناس انواع السيارات القديمه الكلاسيك وبانماطها الكلاسيك والمصل والهوت رود والفئات كلها، حتى الوانيتات موجودين. فيوم حلو صراحه، احنا سعيدين ان نشارك. ما عندنا نادي سباقات، ما عندنا نادي عشان عرض السيارات، وبرا ما حد قاعد يخلينا ان نطلع ولا نمارس هوايتنا السيارات الكلاسيك القديمه. فهذا المعرض حلو، يعني ان الناس تبين سيارات قديمه الموجوده عندها والموجوده بديرتها. شيء وايد زين ويدعم الناس ان يشاركون يعني كلاسيكس وكذي، وحس شيء وايد يعني سبورتيف وكذي. مشاهدينا، وصلنا معاكم لنهاية تقريرنا عن مهرجان سرب السيارات الكلاسيكية والرياضية. أتمنى أن التقرير يكون عجبكم. نرجع الحين لتكملة اللقاء في استديو صباح الخير يا كويت.